صديقي الاهلاوي، ازيك عامل ايه؟ بص يا صاحبي، تقول لي بقى فساد في اتحاد الكوره، هتقول لي حازم امام مش عارف عمل ايه. هقول لك معلش، سامحني سامحني. لا، انت غلطان. لا اتحاد الكوره فيه فساد، ولا حازم امام عمل معاك حاجه اي حاجه، ولا في اي هري من الهري اللي شغال دلوقتي على السوشيال ميديا. امال في ايه يا ابو حميد؟ اسمع مني انت بقى. ادارتك اللي اداره معلش ضعيفه. يا عم اداره ضعيفه إيه؟ انت بتهبل بتقول اي كلام وخلاص. إدارة إيه اللي ضعيف؟ هتعمل إيه مع المنتخب يعني؟ اللاعب حق أصيل للمنتخب، صح؟ أنت معاك حق، أنت بتتكلم في الصح. ولكن لما إدارتك اتهاونت مرة واتنين وتلاتة وأربعة في حق النادي، في حق النادي مع الناس دي، فطبيعي جدا 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 إن أنت تلاقي موقف زي كده. طبيعي جدا. نفس الموقف ده حصل قبل كده مع الزمالك في وجود سيادة الموسيقار طبعا، ولكن عشان الراجل بيشتم كتير، والراجل عشان لسانه طويل، والراجل عشان ما بيعرفش يسكت، تمام، طلعوا اللعيبه علشان خاطر بطوله وديه اصلا. وانت عندك ماتش رسمي، بطوله رسميه يا جدع. لا مش هنطلع، وهم المنتخب ماتش تحصيل حاصل وماتش